عندنا خبر مهم جدا جدا جدا. صحينا تاني يوم العيد لقينا المية غمرت مدفن الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي. كلنا طبعا زعلنا جدا، والسوشيال ميديا طبعا اتقلبت. قبل ما السوشيال ميديا تتقلب احنا قلوبنا وجعتنا على مدفن الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي. النهارده رئيسنا كالعاده صحنا بخبر مفرح جدا، يعني بجد حاجه كويسه جدا. امر الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه باعاده ترميم مدفن الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. عايزه اقول لكم مفيش اي حاجه بتخفى على رئيسنا. ومجرد ما رئيسنا بيعرف الخبر او بيعرف حاجه تحزن المصريين او حاجه تزعل المصريين، وده محمد متولي الشعراوي رمز كبير جدا 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 للمسلمين كلها. شيخنا الجميل محمد متولي الشعراوي اعاده ترميم المقبره بتاعته من اول وجديد، وان شاء الله باذن الله تبقى احسن واحسن. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سبحان الله سبحان الله، لولا للميه غمرت المقبره، لولا لرئيسنا امر الهيئه الهندسيه باعاده ترميمها، وان شاء الله بتبقى احسن. ونقول تحيا مصر، ودايما رئيسنا في ظهرنا، ودايما رئيسنا معانا، ودايما مصر بخير، ومصر امن وامان. دايما مصر امن وامان برئيسنا وبشعبها وبجيشها وبمؤسساتها. تحيا مصر، تحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي رغم انف كل حاقد. تحيا مصر.